السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى البلوجر العراقية طيبة العلا بعد ما تم قتلها على يد والدها، والسبب في ذلك شقيقها قرار. إيه القصة وإيه الموضوع وإيه علاقة شقيقها بسبب قتلها بالطريقة البشعة دي؟ كل التفاصيل هتكون معانا النهاردة، ولكن في البداية بدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد. نبدأ من البداية. بعد ما تلقت الأجهزة الأمنية في العراق بلاغ بيفيد بأن في أب قتل ابنته المشهورة على السوشيال ميديا طيبة العلا. طبعا على طول راحوا لمكان البلاغ ولاحظوا أن الأب كان واقف وهو اللي بيسلم نفسه وهو اللي عمل البلاغ. قال لهم أنا قتلت بنتي وغسلت عاري. عملت كده ليه؟ قال لهم إن بنتي كانت سايبة البيت وهربانة بقالها أكثر من سنة. وطبعا طيب إيه سبب الهروب؟ قال أنا معرفش، هي لوحدها كده هربت من البيت، ولما عرفت إن هي موجودة علشان تحتفل بفوز المنتخب العراقي في كأس الخليج قررت إن أنا أروح لها وأقتلها بإيدي واغسل عاري. طبعا قبضوا عليه، ولكن بدأوا يتحروا عن الموضوع، واتضح إن هي كانت موجودة وعاشت معاهم منذ الطفولة، ولكن كان دايما شقيقها قرار بيضايقها وكان دايما بيتحرش بيها داخل المنزل. ولما اشتكت أكثر من مرة لوالدها ولوالدتها عنفوها وقالوا لها انت السبب، وشقيقك أو أخوك قرار عمره ما يعمل حاجة زي كده وعمره ما يفكر يبص ليكي بصة مش كويسة. طبعا أول ما لقت إن العيشة معاهم مستحيلة قررت إن هي تهرب لتركيا، وهناك بدأت تشق طريقها وتبني مستقبلها وتبدأ حياتها على السوشيال ميديا كبلوجر وكيوتيوبر والمحتوى اللي هي بتصنعه. ولكن لما المنتخب العراقي فاز بكأس الخليج طبعا حضرت للعراق مرة أخرى علشان تحتفل بفوز المنتخب العراقي. ولكن لما والدها وشقيقها علموا أنها موجودة داخل العراق ذهبوا إليها وقتلوها خنقا. واللي كان متصدر المشهد هو والدها، وهو اللي قال أنا اللي قتلتها بإيدي علشان أغسل عاري. ربنا يرحمها. وأتمنى من حضراتكم تشاركونا وشايفين مين السبب في الموضوع. هل شقيقها اللي كان بيتحرش بيها، ولا والدها اللي كان دايما بيعنفها وما كانش مصدق إن شقيقها بيتحرش بيها، ولا هي بسبب هروبها من المنزل؟ منتظر آرائكم، وما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة.